السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أهلا وسهلا بكم يا شباب في الاختبار الاسترشادي الثاني زي ما عملنا في الاختبار الأول. الأسئلة اللي مش عليها أي أفكار جديدة هنعديها سريعا لأن أنت في الغالب هتبقى حليتها لوحدك. الأسئلة اللي فيها أفكار هنقف واحدة واحدة ونشرحها. طيب صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال الأول بيقول لي أي التغيرات التالية يؤدي إلى نقص المقاومة الكهربية؟ طيب اول حاجه بيقول لي نقص درجه الحراره، صح. ما هي المقاومه طردي مع درجه الحراره، يبقى خلاص بقيه الاختيارات اكيد غلط لان هو هنا بيقول لي زياده الطول، ده غلط. زياده عدد الالكترونات مالهاش علاقه اصلا. نقص المساحه هيزود المقاومه فغلط. طيب السؤال الثاني صلى على النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لي عند زياده طول سلك معدني الى الضعف فان التوصيليه، السؤال ده كان في النموذج الاول برضو، تبقى ثابته مش هتتغير. طيب صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام بيقول لي توضح الاشكال الاربع مقاومات كهربائيه متماثله كلهم زي بعض يعني متصله معا بطرق مختلفه. اي الاشكال تكون فيها مقاومه مكافئه للمجموعه متساويه. طب بسم الله نبدا بالشكل واحد. لو دي ار ودي ار جنبيها يبقى 2 ار على التوالي، يعني ار وار على التوالي ب 2 ار، تمام. وار وار برضه تحت على التوالي ب 2 ار. الاثنين توازي مع الاثنين هتديني المقاومه المكافئه بار. الشكل اتنين هو الشكل واحد بس هو جابه بالجنب، يعني الشكل واحد بالجنب والشكل اتنين جاي بالعرض كده او بالطول يعني. فهي هتبقى بار برضه. ما هو بص مقاومتين توالي ومقاومتين توالي ودول توازي مع دول فهي. والشكل رقم أربعة هو برضه بار لأن دي مع دي هيدوني نص ار، ودي مع دي توازي برضه هيدوني نص ار. النص ار توالي مع نص ار تديني ار، يبقى مقاومة مكافأة في واحد واثنين وثلاثة وأربعة زي بعض. شكل رقم ثلاثة باين من وشه ان هو غلط لان هنا دول هيبقوا باتنين ودي هتبقى بواحد، فهتقول اتنين في واحد على اتنين زائد واحد تطلع لك بتلتين. تلتين زائد ار هتبقى خمسة على تلاتة ار، خمسة على تلاتة دي اكبر من الار فغلط، يبقى الشكل تلاتة مش تبعهم. يبقى واحد واتنين تلاتة غلط. اتنين وتلاتة غلط، تلاتة مش زيهم. برضو ده غلط يبقى الاختيار جيم. صلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. بيقول يوضح الشكل جزء من دائرة كهربائية مغلقة ما قيمة شدة التيار اي. اي اللي هي ماشية هنا دي. طيب انا عاوز اعرف النقطة دي خارج منها كام. والله انا عارف ان النقطه اللي قصادها ديت خرج منها 7 و5 يبقى كده 12 و3 15، يعني النقطه خرج منها 15 يبقى كان داخل لها 15. تعالى هنا بقى، انت عندك النقطه دي داخل لها كام؟ داخل لها 9 واي خرج منها 15 يبقى الاي اكيد كان ب 6 عشان 9 و6 15. طيب صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بيقول لي سلكان مستقيمان معزولان عن بعضهما يمر بكل منهما نفس شده التيار موضوعان فوق بعضهما كما هو موضح بالشكل بحيث يصنعان الأربعة الأربعة مناطق W و Y و Z و Q. أي مناطق تكون فيها شدة المجال المغناطيسي الناشئ عن التيارين أكبر ما يمكن وفي اتجاه عمودي على الصفحة وإلى الخارج. أكبر ما يمكن يعني جمع. طيب وعاوزها عمودي على الصفحة للخارج. طب واحدة واحدة، السلك اللي بالطول دوت بيعمل هنا مجال X وهنا X وبيعمل هنا نقطة وهنا نقطة، والسلك اللي جاي بالعرض بيعمل هنا X وهنا X وبيعمل فوق نقطة وجنبها الناحية التانية كده نقطة. طيب احنا عاوزين منطقة جمع يبقى ديت او ديت. طب هو عاوز عمودي على الصفحة لفين؟ للخارج يبقى المنطقة دبليو. لو كان قال لي للداخل كانت هتبقى المنطقة زد. طيب صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول لي وضح الشكل لثلاثة موصلات يحمل كل منهما تيار شدته اي. ما اتجاه المجال المغناطيسي الكلي الناتج عن التيار الكهربي بكل منهم وذلك عند المركز ام اللي هو المركز ده. اولا السلك المستقيم مجاله هيبقى للخارج، ده السلك. طب الملفين عكس بعض، همشي مع الكبير. طب مين الكبير؟ طالما الملفين ماشي فيهم نفس التيار يبقى الملف الداخلي زي ما قلنا في النموذج الاول، الملف الداخلي هيكون كثافه فيضه اكبر عشان نص قطره اصغر. بالتالي خلاص همشي بالمجال بتاع الداخلي. طب المجال بتاع الداخلي هو كمان للخارج وهو مجال السلك، فاكيد هتبقى المحصله عمودي على الصفحه ولا الخارج، لان اكيد طرح المطرح الخارجي دوت منهم مش هما برضه هيكونوا اكبر فالمحصله هتكون في اتجاههم. طيب صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بيقول له لف سلك مستقيم طوله ال على شكل لفه دائريه وأمر به تيار كهربي فكانت كثافة الفيض الناشئ عند المركز تساوي ب، وعند إعادة لف وإعادة اللف يبقى البي طردي مع إن تربيع أو عكسي مع ار تربيع. بيقول لي على شكل ثلاث لفات وأمر به نفس التيار فإن كثافة الفيض زودت عدد اللفات لثلاثة أمثال يبقى كثافة الفيض هتزيد لتسع أمثال، لأن أنت هتقول ثلاثة تربيع.
طيب صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. نفس السؤال بتاع الامتحان رقم واحد. سلكان طويلان متوازيان بي وكيو يحمل كل منهما نفس التيار الكهربي اي، والمسافه العموديه بينهما دي. اذا علمت ان قيمه القوه المؤثره على وحده الاطوال من السلك بي تساوي اف، ماشي، فعند انقاص المسافه قلت لك اول ما تقولي القوه المتبادله او قلل وحده الاطوال يا عم مش هتفرق، يبقى انت هتقولي ميو اي واحد اي اتنين على اتنين باي دي. شلت ال من هنا حطيتها هنا، بس كده ده اللي حصل. طيب بيقول لي هننقص المسافة العمودية إلى الربع، يبقى المسافة قلت للربع، وزيادة تيار كل منهما إلى الضعف، كل واحد فيهم هيزيد للضعف يا مستر. يبقى إيه اللي هيحصل للقوة المؤثرة؟ هتبقى 16 مثل. ليه؟ لأن 2 في 2 ب4، والمقام هيطلع بسط اللي هو الأربعة، يبقى 2 في 2 ب4 و4 في 4 ب16. طيب يا شباب صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول لديك جلفانو حساس قديم بالمعمل، قراءة نهاية تدريجه 200 مايكرو أمبير اللي دي الأي جي. قمت بإمرار تيار شدته 50 مايكرو أمبير خلال ملفه، فأشار مؤشره إلى 60 مايكرو أمبير، ده تخطى القراءة المحددة. اختر السبب المحتمل الذي حدث. هو قال لك إن هو جلفانو قديم عشان يعني هيقول لك إن في عيب يعني، تمام. طيب يا ترى إيه السبب اللي يخليه يعدي؟ تلف الملفات الزنبركية، عشان الملف الزنبركي اللي بيشده لورا، فبالتالي كان ضعيف شويه الملف الزنبركي فما قدرش يشده عند ال 50 ففلت منه شويه راح لقراءه اعلى. طب لو كان راح عند 40 مثلا وهو المفترض يروح عند 50، ساعتها كان هيبقى ضعف المغناطيس كانت هتبقى دال ساعتها. طيب يا شباب صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بيقول لي يوضح الشكل جهاز جلفانومتر موصل بمجزئ تيار مقاومته اس لتحويله الى اميتر يقيس تيار اقصاه اي. ماشي. أي قيم المجزئات التالية يفضل توصيلها بدلا من اس حتى تصبح حساسية الجهاز أقل ما يمكن؟ لسه قايلين عاوز الحساسية تكون أقل ما يمكن، يبقى لازم تجيب الار اس أقل ما يمكن عشان ساعتها هتقيس تيارات كبيرة، وبالتالي الجهاز كده حساسيته هتكون قليلة. نقول الار اس دايما يعتبر زي ما تقول طردي كده مع الحساسية، كل ما قللت الار اس يبقى الحساسية بقت إيه؟ بقت قليلة. يبقى احنا عاوزين أقل حساسية، يبقى هندور على أقل ار اس في الاختيارات اللي هي ربع اس. طيب صلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. بيقول لي أي الإجراءات التالية لا ينتج عنه تولد قوة دافعة كهربية مستحثة بملف موضوع داخل مجال مغناطيسي؟ لا ينتج. بيقول لي تغيير مساحة سطح الملف المعرض لمجال، غلط، ده كده هينتج عندي، كده هيتولد مجال طالما حصل تغير في المساحة. ترك الملف ساكنا داخل مجال متغير، غلط برضو، لأن كده هيتولد لما يبقى ساكن داخل مجال متغير هيتولد فيه ام اف. ترك الملف ساكنا داخل مجال منتظم دي صح، كده المجال مش هيتغير. تغيير الزاوية برضو هيبقى فيه تغير. طيب صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول أي الإجراءات التالية يؤدي إلى نقص القوة الدافعة الكهربية المستحثة المتولدة بين طرفي سلك معدني عند لحظة تحركه داخل مجال مغناطيسي مسافة قدرها دي خلال زمن قدره تي، وذلك بسرعة قدرها في، اتجاهها يصنع زاوية قدرها سيتا مع اتجاه خطوط الفيض. ثانية سريعا، الإي ام اف في السلك المستقيم بتساوي يا مستر سالب بي ال الفي بقى نكتبها دي على التي، مسافة على الزمن، في ساين سيتا، عشان هو قال لي ان هو السرعه فكها لي المسافه على الزمن في المعطيات. بيقول لي يا ترى زياده سرعه الملف، هو عاوز ينقص القوه الدافعه، لو انا زودت السرعه القوه الدافعه هتزيد، غلط. زياده كثافه الفيض في دال، غلط برضه. يبقى هي حاجه ليها علاقه بالزمن، زياده زمن التحرك لقطع نفس المسافه ولا نقصان زمن التحرك لنفس المسافه. قلت لك لو نفس المسافه، لو المسافه ثابته، فلو انا زودت الزمن يبقى السرعه قلت، لو قللت الزمن يبقى السرعه زادت. طب يبقى انا عاوز ايه؟ انا عاوز ازود الزمن عشان السرعه تقل، وبالتالي ايه اللي يحصل؟ الاي ام اف تقل هي كمان. طيب يا مستر صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. السؤال ده على طول سريع. بيقول لي توضح الاشكال التاليه تولد تيارا مستحثا اي في ملف نتيجه زياده او تناقص كثافه الفيض المغناطيسي المؤثر. اي الاشكال ليس صحيحا، مش عاوز الصحيح، عاوز غير صحيح، استنادا لقاعده لينز. طب هنا المجال كان بيزيد فاتولد مجال عكسه نتيجه التيار المستحث، فده صح. طب هنا المجال كان بيزيد برضو واتولد مجال عكسه برضو نتيجة التيار المستحث، برضو صح.
هنا المجال كان بيقل، المفترض كان يتولد اي ام اف طرديه، هنا اتولد مجال برضو عكسه، فكده غلط. يبقى دي اللي ليس صحيحا، هي دي الوحيده. انما هنا كانت بتنقص، اتولد مجال شبهه اي ام اف طرديه عادي، يبقى دي صح برضه. يبقى اللي ليس صحيحا هو ج. طيب صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. بيقول يتحرك سلك، السؤال بتاع كل امتحان، بسرعه في بشكل عمودي على اتجاه مجال مغناطيسي بي كما هو موضح بالشكل، فان اتجاه التيار المستحث المتولد خلال السلك. طيب هتطبق قاعده اليد اليمنى لو هتستند الى اتجاه السرعه، او هتطبق اليد اليسرى لو هتستند للقوه المغناطيسيه. طيب يبقى انا هستخدم اليد اليمنى واستند الى السرعه. ماشي، المجال كان للخارج، الحركه جهه اليمين، يبقى التيار ماشي من A الى B. لو طبقت القاعده هتلاقي التيار ماشي كده من A ل B، يبقى التيار ماشي من A ل B، يبقى ج ده الغلط. بيقول لي بينما جهد النقطه A قد ايه بالنسبه لجهد النقطه B؟ هيبقى اصغر، لان هو بيمشي من الجهد الصغير للجهد الكبير، هتبقى الاختيار B. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. بيقول لي اي الطرق التاليه يوضح بدقه تكوين التيارات الدواميه بالقلب المعدني الملفوف عليه ملف. مرور تيار كهربي مستمر عالي الشده بالملف، غلط. تحريك قطعه معدنيه داخل مجال مغناطيسي منتظم، اه ده صح عادي. تعريض قطعه معدنيه ساكنه لمجال مغناطيسي منتظم كده مش هيتولد. مرور تيار كهربي مستمر منخفض الشده، غلط. لو كان متردد كنا قلنا ماشي. يبقى الوحيد اللي صح هو ب. كان ممكن نستبدل ب دي برضو بان احنا نحط القطعه ساكنه داخل مجال متغير، يا اما تحرك القطعه داخل مجال منتظم، يا اما تحطها ساكنه داخل مجال ايه متغير. طيب صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بيقول المحول الكهربي المثالي، في المحول الكهربي المثالي، ماشي طالما كويس ان هو قال لي مثالي. اذا علمت ان 10 على 3 بيساوي في اس على في بي، اللي هو فرق الجهد بين طرفي الثانوي الى فرق الجهد بين طرفي الابتدائي، فان النسبه اي اس على اي بي العكس. انا عندي بص، انا عندي في بي على في اس بتساوي اي اس على اي بي، العلاقه عكسيه ما بينهم، لان المحاول الرافع للجهد بيبقى خافض للتيار، وخافض للجهد رافع للتيار. فلو في اس على في بي ب 10 ل 3 يبقى اي اس على اي بي 3 على 10، سؤال مباشر. طيب صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بيقول لديك اربعه محولات كهربيه خافضه للجهد وغير مثاليه، موصله بنفس فرق الجهد المتردد الابتدائي في بي كما هو موضح بالاشكال الاربعه. الله اكبر، الله اكبر، عزة والدوام لله، الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله. طب هنستكمل بعد الاذان يا شباب. طيب يا شباب صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. بيقول لي اذا علمت ان النسبه ان بي على ان اس ثابته والملفات مصنوعه من نفس السلك في الاربعه اشكال، بتحليل بيانات موضحه اي الاشكال توضح اكثر المحولات كفاءه. تعال نقرا كده. هنا كاتب لي قلب حديدي مقسم، قلب حديدي غير مقسم، ده مقسم وده غير مقسم. الغير مقسمين كفاءتهم اكيد هتكون قليله عشان هيتولد فيهم تيارات دواميه عاليه، يبقى 2 و4 مستبعدين. طب يلا، 1 و3 ايه الفرق ما بينهم؟ نفس الجهود، نفس العدد لفات، نفس كل حاجه، والاتنين مقسمين لشرائح. الفرق الوحيد في التردد، ده تردده 60 وده تردده 50. ركز معايا، اللي تردده 60 هرتز التيارات الدواميه فيها هتكون اكبر وكفاءته هتكون اقل، فتلاته ده غلط. انا هاخد اللي تردده اقل فتياراته الدواميه هتكون اقل وبالتالي كفاءته هتكون اعلى، اللي هو الشكل رقم واحد. طيب صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بيقول لي تعتمد فكره عمل الاميتر الحراري على ايه؟ تاثير الحراري للتيار الكهربي على طول، سؤال مباشر. السؤال ده شرحناه بالتفصيل، وقلنا ان انت لازم تبقى عارف المنحنى بتاع الدايره المهتزه. يعني الشحنه بتبقى عامله كده، التيار بيبقى عامل كده، تمام. ادي الشحنه وده التيار، لازم تبقى عارف شكلهم. طيب بيقول لي وضح الشكل دائره مهتزه عند لحظه تي بتساوي زيرو، يعني بدايه العمل. ما الشكل الذي يعبر بشكل صحيح عن حاله الدائره عند اللحظه 3 على 4 زمن دوري، بعد الثلاث ارباع دوره، اللي هو هنا بالظبط كده عند الشرطه دي بالظبط كده. فات اهو، ادي فات نص، فات ربع دوره، وادي النص، وادي ربع كمان، يبقى فات ثلاث ارباع دوره بالظبط. طب عند اللحظه دي إيه اللي حصل؟ الشحنه اهي، الشحنه يا مستر بتساوي صفر، الشحنه هنا كده بتساوي صفر، وصلت للصفر، والتيار كان قيمه عظمى. يبقى انا عاوز رسمه الشحنه فيها بصفر والتيار قيمه عظمى. اول واحده دي غلط عشان في شحنه، ثلاثه دي غلط عشان في شحنه. تعال نشوف بقى. عندي ب ودال. طب التيار يا ترى اتجاهه يكون عامل ازاي يا مستر؟ ركز معايا. التيار في الاول اتولد في اتجاه، بعد تلات ارباع دوره بقى في عكس الاتجاه. طب هعرف ازاي من الرسمه؟ التيار لما يجي يتولد بعد ربع دوره، بعد ربع دوره هنا لما الشحنه تقل للصفر هيبقى في تيار. التيار هيبقى ازاي؟ هيبقى ماشي كده عشان هنا كان موجب فوق، فالتيار كان ماشي كده بعد اول ربع دوره.
طب بعد 3/4 دوره الشحنه على المكثف بتتعكس، والتيار في الدايره بالتالي هو كمان هيتعكس. فانا عاوز التيار ماشي العكس. ففين الرسمه اللي التيار فيها ماشي العكس دي؟ طبعا زي اللي احنا رسمينها فوق. لا انا عاوز عكسها. عكسها اللي هو الاختيار ده. طيب صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بيقول لي دائره رنين تستقبل موجه اذاعيه ترددها اف. لكي تستقبل موجه اذاعيه ترددها 3 اف يجب نقط، وذلك عند ثبات الحث الذاتي. انا عندي الاف بتتناسب عكسيا مع جذر السي بقى عشان هو هيغير المكثف. ومن هنا السي بتتناسب عكسيا مع اف تربيع. زودت دي 3 امثال فهتبقى 3 تربيع، هتبقى ب9، يبقى ده هيقل الايه؟ يقل للتسعة، يبقى انقاص سعة المكثف الى التسعة. تمام كده؟ تمام. او حتى لو انت عملتها فوق هنا كده، ده هتبقى على ال9، جذر التسعة هيديني تلت، ولما المقام يقل للتلت يبقى الاف هتزيد ل3 امثال. اللي رايحك حلها بأي طريقة تطلع معاك. طيب صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بيقول لي اي مما يلي ليس من خواص الفوتون. يا ترى الفوتون له طبيعه موجيه؟ ده صح. طبيعه جسيميه؟ صح. هو ليه طبيعه مزدوجه اصلا؟ طاقته تتناسب طرديا مع طوله الموجي؟ يبقى ده غير صحيح. طردي مع تردده؟ صح. سؤال مباشر قوي يعني. طيب صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بيقول لي فوتونان اكس وواي طولهم الموجي يعني 3000 و6000. سؤال مباشر. البي ال بتتناسب او بتساوي، اصلا بتساوي اتش على اللامدا، او بلاش يا عم عشان المستر قال لي ما تحفظش غير القانون ده. بتساوي اهو اي على سي. سي كده كده ثابت، والاي عكسي مع اللامدا. بما ان البي ال طردي مع الاي والاي عكسي مع اللامدا، يبقى البي ال عكسي مع اللامدا هي كمان. تمام. تمام. يبقى انت لو عاوز كميه تحرك اكس على كميه تحرك واي، يبقى انت هتقول لامدا واي على لامدا اكس، من غير حتى ما نكتبها. هي لامدا واي على لامدا اكس هتبقى 6000 على 3000، هتطلع 2 على 1. سؤال مباشر. طيب صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. بيقول يمثل الشكل البياني العلاقه بين شده التيار، او سوري، شدة الاشعاع الكهرومغناطيسي والطول الموجي لامدا. اه ده منحنى بلانك. ماشي. بيقول اي الاختيارات التالية يعبر بشكل صحيح عن الترتيب الصحيح لدرجة حرارة المصادر اكس وواي وزد. طيب اكيد اكس ده اعلى واحد في درجة الحرارة، بعديه واي، بعديه زد. يبقى تي اكس اكبر من تي واي اكبر من تي زد، اكبر من تي زد، اللي هو الاختيار الف. طبعا دي غلط ودي غلط، وهنا جاب لي زد اكبر من واي. بس. صلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. يوضح الشكل موجة موقوفة مصاحبة لحركة إلكترون ذرة الهيدروجين في أحد مستويات الطاقة لذرة الهيدروجين وفق نموذج بور. ماشي. أي العلاقات التالية يعبر بشكل صحيح عن العلاقة بين الطول الموجي ونصف القطر؟ أنا عارف إن القانون بيقول 2 باي آر بيساوي إن لامدا. إن ده اللي هو رتبة المستوى. اعرف رتبة المستوى واحدة واحدة. مش هو قال لي إن ده كده طول موجي؟ ابتدي عد بقى زيه من كل قمة للتانية. يعني برضه هم قايل إيه؟ من هنا لهنا ده طول موجي برضه. يبقى كده دي 1 2 3 4 5 6. عندنا 6، يبقى احنا في المستوى السادس. خلاص يبقى 2 باي ار بتساوي 6 لامدا. ادور عليها ما لقيتهاش، لقيت باي ار على طول، يبقى هو قسم على الاتنين. يبقى دي على الاتنين هتديك 3. يبقى باي ار بتساوي 3 لامدا اللي هو الاختيار ده. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. يمثل الشكل طيف الاشعه السينيه الصادر من انبوبه كوليدج. اي الاطوال الموجيه يمثل طيف خطي مميز، يبقى يا اما ده يا اما ده، يا اما 6 يا اما 8، او الاتنين مع بعض. طيب صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بيقول يمثل الشكل جهاز ليزر الهيليوم نيون. اي المكونات الموضحه لها دور في اثاره الهيليوم؟ اثاره الهيليوم يبقى المكون واحد اللي هو فرق الجهد. طب لو كان قال لي اثاره النيون كان هيبقى المكون 3 اللي هو الهيليوم. بس كده يا شباب. طيب صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. بيقول اذا كان فرق الطور بين موجتي ليزر منعكستين عن جسم 4 باي فان فرق المسار. فرق الطور بيساوي ايه؟ فرق المسار في 2 باي على لمدة. هتاخدها وتوديها الناحية التانية بس هتتشقلب. يبقى لمدة على 2 باي مضروبة في فرق الطور اللي هو بكام؟ ب4 باي، تساوي كام؟ الباي هتشيل الباي
على الاتنين فيها الاتنين، يبقى بتساوي 2 لمبة. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بيقول لي في ليزر هيليوم نيون تقوم ذرات هيليوم المثارة بإثارة ذرات النيون نتيجة تصادمها، وينتج عن ذلك إسكان معكوس الذي يسمح بالانبعاث المستحث. ما مخطط مستويات الطاقة الذي يوضح بطريقة صحيحة طريقة صحيحة استثارة ذرات نيون بواسطة ذرات الهيليوم وانبعاث الليزر وانبعاث الأشعة تحت الحمراء. الأشعة تحت الحمراء اللي هي الفوتونات الحرارية. طيب، اولا ده غلط عشان هو ما طلعش للمستوى اللي فوق، المفترض يطلع لدوت وبعد كده ينزل هنا يطلع ليزر وبعد كده ينزل هنا يطلع فوتونات حراريه. تمام كده؟ تمام. طبعا هو بدل ما يرقم لهم لاي 0 اي 1 اي 2، لا هو رقمهم لي اي 1 اي 2 اي 3، مش هتفرق. طيب ده برضو غلط عشان شبه اللي فوق، وده برضو غلط. ما هي نفس الفكره برضو ما طلعش. يعني بص، ده طلع على مرتين، هنا طلع كده وبعد كده طلع كده، هنا طلع كده وبعد كده نزل كده ازاي وما طلعش فوق اصلا. هي باين قوي ان هي ب سؤال مباشر قوي يعني. اسئله الليزر كلها بتبقى مباشره. طيب صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بيقول لي مجموعه من البوابات المنطقيه متصله معا كما هو موضح بالشكل. اي جداول التحقق التاليه يمكن الحصول عليه من تلك المجموعه؟ ماشي، زد ده اللي هو الخارج. تعال نجرب الاختيارات. لو زد كان بواحد، او بلاش خلينا نعمل الثلاث اختيارات اللي تحت اسهل يعني، عشان لما يكون بصفر انا متاكد انه طلع منها صفر، لان اور دي بتطلع واحد في كل احتمالاتها ما عدا ان يكونوا داخلين بصفر. طيب، فدخلها صفرين. ماشي. أم... ماشي، تعالى بقى نشوف بقيه الدخل التانيين. بيقول لي يا ترى، ده انا دلوقتي في الاختيار ب، يا ترى سي كان بواحد و بي كان بزيرو واي كان بواحد، يعني ده زيرو وده واحد ثانيه. الاي والبي هيخشوا على ديت هيطلع لي زيرو فعلا، والاي مكمل هنا هيبقى بواحد، واحد واحد هيطلع لي واحد. لا يبقى غلط، يبقى الاختيار ب غلط. هي طلعت لي صفر، المفترض ما تطلعليش واحد، يبقى الاختيار ب غلط. تاني، بيقول لي يا ترى الخارج كان بزيرو. طب ما الخارج لو بزيرو يبقى الداخلين بزيرو على اور. طب عشان اند الاثنين يطلعوا لي زيرو يبقى احد الداخلين بزيرو او الداخلين بزيرو. طب هو هنا جاي لي بيقول لي A وبي بواحد، لو اي بي هما الاثنين بواحد هيطلع لي واحد مش هيطلع لي زيرو، فبالتالي برضو الاختيار ج غلط. طيب، الاختيار د بيقول لي برضو خارج كان بزيرو، يبقى ده زيرو وده زيرو، فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ بيقول لي بي وسي كانوا بواحد وايه كان بزيرو. لو ايه بزيرو وده بواحد وده بواحد، فساعتها الزيرو واحد هيخش هنا يطلعوا لي زيرو، والزيرو واحد هيخش هنا يطلعوا لي زيرو برضه، لان الايه مكمل لحد هنا. فلا ماشي، الاختيار ده صح. لو جربنا الاختيار الف بقى، الخارجي كان بواحد. تعال نجرب. بيقول لي الخارجي كان بواحد، بي وسي كل واحد فيهم بواحد، انما ايه كان بزيرو. واحده واحده. الاي والبي هيخشوا على اند اللي فوق هيطلعوا لي زيرو، الاي هيكمل تحت هيخش على اند اللي تحت هيطلعوا لي زيرو، المفترض كان يطلع لي خارج زيرو، طلع لي واحد ازاي؟ يبقى دي اللي غلط. طيب يبقى الاختيار، الاسئله زي دي يا شباب بنجرب الاختيارات عشان دي ما تتحلش بالفهلوه. صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بيقول لي في الشكل المقابل فرق الجهد بين طرفي الدايود يساوي. كل الناس بتختارها صفر بس هي غلط، هي هتبقى 8 فولت، لان انت لو حطيت فولتميتر هنا بيقرا الفي باتري. ليه؟ لان انت هتوديه الناحيه التانيه كده هتلاقيه ما بين نفس النقطتين على الفي باتري، وكده كده التيار بصفر، لان التوصيل عكسي، التوصيل عكسي يعني التيار بصفر. مهمه قوي دي يا شباب، مهمه قوي 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 الفكره دي، ان عادي يكون في فرق جهد بس ما فيش تيار. هو بيختبرك في الحته دي. انت دايما حاطط في دماغك لو ما فيش تيار يبقى الجهد بصفر. لا يا حبيبي، ممكن يكون في جهد وما فيش تيار عادي جدا. طب حاجه تانية، طب لو كان قال لي ان الدايود ده من السيليكون مثلا والجهد الحاجز بتاعه ب 7 من 10، احنا قلنا في التوصيل العكسي بنجمع الجهد الحاجز على البطاريه، فكنت هتقول 8 و7 من 10، كانت تبقى قراءه الفولتميتر كده، او فرق الجهد بين طرفي الدايود. طب لو كانت متوصله امامي وبرده جهدها ب 7 من 10 جهد الحاجز، كنت هتطرح بقى في الامامي بتطرح وفي العكس بتجمع. تمام، كنت هتقول بقى 7 و3 من 10، فتركز في الحاجات دي. طيب صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بيقول لي اي الاشكال التاليه يوضح التوصيل الصحيح لترانزستور بي ان بي يستخدم كمفتاح مغلق، يعني هيشتغل. يبقى احنا قلنا ايه؟ قلنا كده كده مجمع عكسي، انما القاعده لازم تكون امامي، لسه قايلها في الفيديو.
واحده واحده. هو قال لي ان هو بي ان بي، يعني القاعده ان دايما. طب واحده واحده، تعال نبص على القاعده الاول. القاعده في الاختيار الف متوصله عكسي، متوصله بالجهد الموجب، بالطرف الموجب من البطاريه، غلط. الاختيار اللي بعديه برضو غلط عشان متوصله بالطرف الموجب. الاختيارين الاخرين متوصله بالسالب عادي، يبقى كده القاعده امامي. بس لازم المجمع يكون عكسي، لازم المجمع يكون عكسي. طيب المجمع بي عشان هي ترانزستور بي ان بي ما ينفعش يتوصل بالموجب، غلط. يبقى الاختيار ده اللي هو اللي صح. اقول لك على حاجه اعرفها قاعده من عندك، دايما شوف شكل البطاريه عند القاعده عامله ازاي وهي متوصله امامي، لازم البطاريه تكون بس زيها بالظبط الناحيه الثانيه. يعني الموجب تحت يبقى الموجب الناحيه الثانيه لازم يكون تحت. تمام كده؟ تمام. لان احنا عملنا ايه؟ القاعده بتوصل امامي والمجمع بيتوصل عكسي، هما الاثنين عكس بعض، بس هما الاثنين بلورتهم عكس بعضيهم برضو. لان القاعده لما بتبقى سالب المجمع بيكون موجب، ولو القاعده بلوره موجبه يبقى المجمع سالب. فافتكرها دايما كده. طيب صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بيقول لي بلوره من النوع بي، تركيز ذرات الشوائب المستقبله. المستقبله دي اللي هي ايه؟ هو قال لي من نوع بي، اللي هي الثلاثيه، عشان لو كان سالني يعني. طيب عامه هو قال لي ان هي من نوع بي، خلاص يبقى ده الشوائب دوت هو تركيز البي بعد التطعيم. بيقول لي فاذا علمت ان تركيز حملات الشحنه والبلوره نقيه كان بكذا، يبقى ده الان اي. لان تركيز الالكترونات، خلاص الالكترونات يا مستر هيساوي ان اي، بس هتربعها على البي، يعني هتساوي الاتنين ونص في 10 أس 19 تربيع على إيه؟ على البي اللي هي ب 10 أس 20. واحدة واحدة كده. 2 ونص في 10 أس 19 كل تربيع على 10 أس 20، هتبقى 6 وربع في 10 أس 6.25 في 10 أس 18. وتركز في ديت يا شباب، عشان كان ممكن يحط لي 6.23 في 10 أس 18، وكنت لو اخترتها كنت هاخد صفر، لأن لما تضرب في 10 أس 18 دي رقم كبير، فالتلاتة والاتنين ديت بتفرق، والخمسة ديت الكسور دي بتفرق فيها، لأن ده رقم كبير إن أنت ضارب فيه. فدي مثلا اللي هي هتبقى مثلا 300 مليار مثلا، فاهمني؟ فبتفرق طبعا، اللي هي 300 مليار من 500 مليار والحاجات دي. فالكسر ده ما تعتبروش صغير، عشان لو حطيت 6.25 و6.23 وانا طالع معايا 6.23 لازم اختار 6.23، لازم اختار، ما اختارش اللي هو التقريب. تمام. تمام. طيب صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بيقول لي في الشكل المقابل قيمه القوه الدافعه الكهربيه للبطاريه وقيمه المقاومه ار اي. دي دايره اوم عاديه، ممكن تحلها بكيرشوف كمان على فكره، بس هي انا بفضل احل دوائر اوم باوم يعني. هو اداني التيار اللي ماشي في المقاومه ام 6، 1 في 6 ب6، يبقى فرق الجهد هنا بكام؟ 6 فولت. طيب واداني التيار اللي ماشي تحت هنا بواحد واتنين من عشرة. ماشي. ماشي، انت قلت له واحد واتنين من عشرة برضه في خمسة تطلع لك برضه هي بستة، يبقى كده الجهد فعلا عليهم ثابت. طيب هو مديني التيار الكلي، يبقى انا اقدر اجيب تيار الفرع ده، صح؟ ما انا دخل اتنين وخمسة من عشرة وطلع واحد، وطلع واحد واتنين من عشرة كمان، يبقى قال هنا كام؟ تلاتة من عشرة. ده مبدئيا كده. طب هقسم جهد الفرع اللي هو بستة على التلاتة من عشرة اللي هو تيار الفرع، هيطلع لي 20 اوم. المقاومه بتاعت الفرع ده مفترض تكون ب 20، انا عندي منهم 7، يبقى ديت اكيد ب 13. طب انا عاوز الفي باتري يا مستر، ينفع اجيب الفي باتري عادي؟ يا اما تاخد مسار كده خارجي بكيرشوف وتروح تجيب منه الفي باتري، يا اما تجيب اي توتال في ار توتال اللي يريحك. انا عن نفسي هجيب اي توتال في ار توتال. تمام. طيب انا قلت دي بخمسه ودي ب 20 ودي بسته، فانا هقول ايه؟ اريح دماغي، اقول ار توتال بتساوي 1 على 20 زائد 1 على 5 زائد 1 على 6 اس سالب 1، كلهم على بعض اس سالب 1. تطلع 2.4 من 10. طيب 2.4 من 10 هنجمع عليها التسعة والتمانية، تطلع لي 19.4 من 10
يبقى الفي باتري بتساوي اي توتال في ار توتال. هتضرب بقى 19.4 في 2.5 اللي هو التيار الكلي، تطلع لك الفي باتري ب 48.5 اللي هو الاختيار الف. بس كده، سؤال عادي وتقليدي جدا زي اللي متعودين عليه. طيب يا شباب، صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. بيقول لي في الدائره الكهربيه المغلقه الموضحه عند نقص القيمه المأخوذه من المقاومه المتغيره ار في، فان لما ار في تقل يبقى اول حاجه كده عندي المقاومه المكافئه هتقل، التيار الكلي هيزيد. نبتدي نشوف بقى كل فولتميتر. فولتميتر رقم واحد متوصل على بطاريه مهمله المقاومه، يبقى قراءته تظل ثابته، يبقى في واحد تظل ثابته. يبقى احنا كده عندنا يا اما الف يا اما ج. طب قراءه الاميتر، احنا قلنا التيار الكلي هيزيد والاميتر بيقرا تيار كلي، يبقى الاميتر تزداد. هو قال لي تقل يبقى غلط، يبقى الاختيار الف من غير ما اكمل بقيه الفولتميترات اصلا. طب لو كملت الفولتميترات هتلاقي فولتميتر 2 متوصل على مقاومه عاديه بيساوي اي في ار، الار ثابته، الاي زادت يبقى ده تزداد، فعلا فولتميتر 2 تزداد، واكيد ده هيقل عشان هو ايه المتركب على الريستات والريستات قلت. عامة انت كنت هتحتاج تحوله الناحية التانية، بس لما تحوله هتلاقيه يقل عشان طبعا هيتوصل على في باتري ناقص المقاومات الخارجية. طيب صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول يتحرك الكترون باتجاه عمودي على الصفحة للخارج، يبقى التيار ماشي ازاي؟ ماشي عمودي على الصفحة للداخل. التيار عكس الالكترون، عكس اتجاه الالكتروني. طيب بيقول لي داخل مجال مغناطيسي منتظم اتجاهه في مستوى الصفحة جنوبا، يعني نازل كده، ده المجال. بيقول لي فين اتجاه القوة؟ بيديك الشمال. هتقولي المجال التيار طبعا للداخل، المجال نازل جنوبا، يبقى القوة هتروح ناحية ايديك الشمال كده، يسار الصفحة، او لو قالها لي بلغة بقى الاتجاهات السماوية هقول له اتجاه الصفحة غربا، في مستوى الصفحة غربا. طيب صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. يوضح الشكل ملف لولبي يمر به تيار كهربي اي واحد في مستوى الصفحة يولد مجالا مغناطيسيا كثافة فيضه بي واحد، وسلك مستقيم يمر به تيار كهربي اي 2 عمودي على مستوى الصفحة للداخل يولد مجالا مغناطيسيا كثافة فيضه بي 2، فإن مقدار محصلة كثافة الفيض المغناطيسي الناشئ عن التيارين وذلك عند مركز ماشي. عاوز يحسب، بيقول يحسب من أنهي علاقة ويكون اتجاهه إيه. طيب أولا التيار في الملف هو مديهولي الأسفل، يبقى مجال الملف رايح كده. طب السلك هتعمل دايرة كبيرة وتعمل مماس، السلك للداخل فالمجال بيلف كده مع عقارب الساعة، فالمجال عند اللحظه دي كده، فلو عملت مجال ملف مماس هتلاقيه رايح مع نفس اتجاه مجال الملف، يعني المحصله هتكون جمع، بس مش في مستوى الصفحه يسارا، لا، ده جمع في مستوى الصفحه. وايه ايه الهبل ده؟ صباح الفل، ده مش حاطط الاختيار الصح اصلا. هو عامه مش طرح، المحصله مش طرح يا شباب. تمام، تمام. ف ولنفترض ان هو كان يقصد يكتب يكتب بواحد زائد بي 2، بس هو كتب بي 2 بس، الكيبورد علق منه، فنختار الف، لان ب غلط لان هو قال لي يسار الصفحه وهو المحصله اتجاه اليمين اصلا. طيب صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. السؤال اللي بعد كده بيقول لي مجموعة من الأسلاك تم تشكيلها كما هو موضح بالأشكال التالية. ما الاختيار الذي يعبر عن الترتيب الصحيح لكثافة فيض المغناطيسي الناشئ عن مرور التيار الكهربي عند النقطة P؟ هتضطر تحسب كل واحد. ماشي. رقم ايه ديت هتقول ايه؟ ميو نص، عشان دي نص لفة، اي على 2 في 2 ايه، هو سمالي الار ايه مش هتفرق. يعني تمن، بص بقى تقوم ماسح كده وتقوم قايل لي إيه؟ بص، تمن ميو اي على ايه. طب اللي بعديه، اللي بعديه زيه بالظبط، هو بس الفرق ان ده كان نص لفه، ده بقى لفه كامله، يعني عدد اللفات زاد للضعف، يعني كثافه الفيض هتزيد للضعف، بدل ما هي تمنه هتبقى ربع على طول. شغل دماغك كده على السؤال بدل ايه ما تقعد فيه سنتين. طيب الاختيار سي، الملف نصه اللي فوق، نص قطره ونص قطر النص اللي تحت. الشكل ده كنا بنحله اصلا مع بعض، يعني حلناه كذا مره. لو جيت تحسب هتلاقي اولا ان النص اللي فوق بيعمل مجال في نفس اتجاه مجال النص اللي تحت، هو دايره كامله اصلا، يعني مجالين في نفس الاتجاه. هتحسب مجال النص اللي فوق، هتحسب مجال النص اللي تحت. النص اللي فوق مجاله هيبقى ايه؟ ميو نص ميو اي، يعني اللي هي نص لفه، على 2 ار، يعني هتبقى ربع ميو اي على ار او على ايه.
اللي تحت هيبقى تمن، هيبقى نصه بقى، نص الربع تمن، عشان نص القطر بتاع الجزء اللي تحت اكبر، الضعف. لما تجمعهم على بعض هيديك 3 على 8 اهو، 3 على 8 ميو اي على ار برضه، او على ايه. ماشي، اخر واحد هو نفس الشكل، بس الفرق ان المحصله بدل ما تبقى جمع تبقى طرح، بدل ما اقول ربع زائد تمن هقول ربع ناقص تمن، هتديني تمن. طيب، فكده بالصلاه على النبي كده عندك الشكل ايه والشكل دي بيساووا بعض. هدور على اي اختيار ما فيهوش ايه ودي بيساووا بعض وهقوم مستبعدهم على طول. كلهم ما فيهمش اصلا غير اختيار واحد، يبقى هو الاختيار بيه على طول. سي اكبر من بي اكبر من ايه ودي بيساووا بعض اصلا. طب هو 3 على 8 فعلا يا مستر بتساوي اكبر من ربع؟ اه طبعا اكبر من ربع، ما هو اصلا 2 على 8 بربع، 3 على 8 هتبقى اكبر من ربع. عشان بس ما تقعدش تعملها بدماغك بقى وايه بص ما تشغلش دماغك، حل بالاله على طول، ما تفتحش المخ خالص في الامتحان. طيب صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. السؤال ده مباشر، بيقول ايه الاختيارات التاليه يعبر عن دور كل من الكسور الذاتي والاسطوانه المعدنيه المشقوقه، مقاومه التيار، وقاف ذلك كيف التاثيريه في عمل محرك التيار الكهربي المستمر. قاف ذلك التأثيرية العكسية، القوة الدافعة الكهربائية العكسية اللي بتتولد دي بتعمل على انتظام سرعة دوران المحرك تلقائيا. الحمد لله. يا دي عليكم الصحة. طيب يبقى استمرارية دوران الملف في الموتور بالرغم غلط، دي غلط برضه. يبقى هي انتظام السرعة، يبقى يا اما ألف يا اما ج. طب الاسطوانة المعدنية مشكوكة هتخلي الموتور يدور في اتجاه واحد، هنا قال لي استمرار دورانه بالرغم غلط، يبقى هو ألف. القصور الذاتي ايه لازمته؟ استمرارية دوران الموتور بالرغم من وصول الملف في الوضع العمودي مع خطوط الفيل، بس يبقى هو صح كده، صح كده الاختيارات كلها صح. طيب السؤال ده على التفاضل المنحنيات اللي عجناه وهرسناه 100 مرة في المنهج، تمام. يعني انا شايف لو حد مش عارف الجزئية دي لحد دلوقتي فانت ذنب عليك الصراحة، انا عدته مليون مرة. طيب بيقول لي تيار كهربي متغير يمر في ملف حث مهمل المقاومة الأمية، تتغير شدته اللي هي اي مع مرور الزمن اللي هو تي كما هو موضح بالشكل البياني المقابل. ما الاشكال البيانيه التاليه من الاشكال البيانيه التاليه يعبر الشكل ماشي، يعبر بشكل صحيح عن تغير فرق الجهد في. ماشي، هو كاتبه لك في بقى عشان يسرح بيك بقى وينسيك ان هي اصلا اي ام اف. طب الاي ام اف يا مستر بتساوي سالب اي، سوري سالب ال دلتا اي على دلتا تي. سالب لينز ده بيفرق في المنحنى معايا حضرتك، تمام. الجزء الاول كان الميل موجب، الجزء الثاني الميل سالب. اللي ميله موجب هحطه في السالب، واللي ميله سالب هحطه في الموجب اللي هو الاختيار ج على طول. اولا اصلا ده مش اشتقاق ولا ده اشتقاق ولا ده، يعني انت ازاي جبت التفاضل لداله خطيه عملته لي داله جايبيه؟ انت بتهبد يا ابني. طيب صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بيقول لي يوضح الشكل جهاز الاميتر الحراري يتم توصيل المجزئ بين النقطتين بين طرفي السلك اللي هو النقطتين اكس وزد. اكس وزد سؤال مباشر، اكيد مش هوصله ما بين اكس وواي، اكيد مش هوصل المجزئ في المؤشر يعني. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي يوضح الشكل جزء من دائره كهربائيه مكونه من مجموعه من الملفات الحث بين قيمه الحث الذاتي المكافئ. ايه السهوله دي؟ ده وده وده كلهم توالي، 20 و12 و10 يدوك 42، 42 توازي مع السبعة تديك 6، 6 توالي مع ال10، سوري 6 توالي مع الأربعة تديك 10، و8 18 على طول. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول لي باستخدام البيانات بالدائرة ال ار سي. طبعا انت بقى لو شفتها هتتخض وتقول المستر ضحك عليا ما جابش ولا سؤال في الامتحان، عشان المستر قال لي ان هي اسمها ار ال سي، صح؟ يعني انا عارف تشوف ال ار سي يقول لي مستر ثانيه ايه سؤال ال ار سي ده، ايه دايره ال ار سي؟ انت قلت لي ار ال سي، بناخد احنا ابجديه، احنا لازم ارتبها لك. طيب بيقول لي هات لي قيمه المعوقه الكليه للدائره. المعوقه الكليه ده تعويض مباشر، هتساوي جذر التربيع الار تربيع زائد الفرق ما بين الاكس ال والاكس سي كل تربيع. ده اكس ال والاكس سي الفرق ما بينهم كام؟ 7 ناقص 3 ب 4، ودي ب 3، جذر 3 تربيع زائد 4 تربيع تديني 5 زي ما انت كنت مبصمجه زمان في فيثاغورس. طيب زاويه الطور بين الجهد الكلي والتيار الكلي عادي برضه، تان سيتا
هتساوي اكس ال ناقص اكس سي على ار. بس انا عاوز اقول لك على معلومه حلوه، انت ممكن اصلا كنت تجيبها بالعين على طول. ليه؟ لان انت الاختيار ج والاختيار اي في نفس الزاويه، الفرق ان هي هنا بالسالب وهنا بالموجب. طب انا هختار بالموجب ولا بالسالب؟ على حسب. لو كانت الاكس سي اكبر كانت هتبقى بالسالب، لو كانت الاكس ال اكبر يبقى بالموجب. لو طلعت فوق هتلاقي الاكس ال ب7 والاكس سي ب3، يبقى الاكس ال اكبر من الاكس سي، يبقى الزاويه بالموجب من غير ما احسبها اصلا. طيب صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. في مجهر الكتروني، السؤال ده لا يخلو امتحان منه، لازم يجي في كل امتحان، لازم. لو ما جابوش في امتحان يعني خلاص يجرى له حاجه، لازم يجي عليه سؤال. في مجرى إلكتروني، النسبة بين سرعة الإلكترون تحت تأثير فرق جهد قدره 800 فولت وسرعته تحت تأثير فرق جهد 200 فولت. ال V بتساوي إيه؟ السرعة بتساوي جذر 2 إي في على إم إي، يعني ال V طردي مع جذر ال V، لسه قايلها لك في الفيديو الحديثة. يبقى أنت يا مستر لو عاوز V1 على V2 هتساوي جذر V1 على V2 هتساوي جذر. بيقول لي بقى إيه؟ النسبة بين سرعة الإلكترون تحت تأثير كذا وسرعته تحت تأثير كيكة طردية مع الجذر. فخلاص هتقول لي 800 على 200 هتديك كام؟ هتديك 4 إلى 1، جذر الأربعة يديك 2، يبقى النسبة 2 إلى 1. صلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. السؤال اللي بعد كده بيقول لي تردد الفوتون المنبعث من ذرة الهيدروجين عند هبوط إلكترونها من مستوى الطاقة N إلى مستوى الطاقة L. لازم تبقى عارف الأبجدية بتاعت الإنجليزي KLMN بالترتيب. أول مستوى K، بعد كده L، بعد كده M، بعد كده N، يبقى بننزل من الرابع راح ل L اللي هو التاني. يبقى هتقول لي الدلتا E بتساوي E4 ناقص E2 بتساوي -13.6 على 4 تربيع ناقص -13.6 على 2 تربيع. تقوم حاسبها تطلع لك ب2.55%. بس خلي بالك، لسه قايل لك امبارح او قايل لك في الفيديو، القانون ده بيحسب بالالكترون فولت، بيحسب بالالكترون فولت. هو عاوز التردد في القانون بتاع ايه؟ الدلتا اي هتطلع بتساوي اتش في نيو، بس القانون ده بالجول. يبقى انت كنت لازم تحول، اروح من الكترون فولت للجول اضرب فيها يا مستر شحنه الالكترون. يبقى انت هتاخد الرقم ده تضربه في شحنه الالكترون عشان تجيب الاي بالجول، وبعد كده تقسم على اتش. يبقى انت النيو بتاعتك بتساوي الاي في شحنه الالكترون، الاي اللي هطلعتها بالالكترون فولت اضربها في شحنه الالكترون واقسمها على الاتش. واحده واحده بقى. الاي بتاعتي ب 2.55 في شحنه الالكترون على ايه؟ على ثابت بلانك، تطلع معايا ده اختيار الف. طيب صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. عندي بس سؤالين ايه المقالي. بيقول لي ملفان متجاوران اكس وواي ملفوفان حول قلب من الحديد عند لحظة غلق المفتاح كي بدائرة الملف اكس، هيتولد اي ام اف عكسية طبعا، عشان التيار كأنه بيزيد والمجال هيزيد. يعني التيار لو ماشي كده في اللفات لأسفل بيعمل مجال رايح كده، يعني ده شمالي وده جنوبي، هنا ده هيعمل عكسه، فالمجال هيبقى رايح العكس، وبالتالي التيار هيبقى في اللفات لأعلى. طيب هو بيقول لي ايه؟ ما نوع القطب المغناطيسي المتكون عند الطرف A، الطرف A اللي هو دوت، اللي هو الحته دي، هو مكتوب هنا ايه يعني لو خدت بالك. نوع القطب المغناطيسي هنا شمالي، ماشي. ما اتجاه التيار المستحث المتولد وذلك خلال المقاومة R في المتصلة بالملف من A إلى B. بس كده يا معلم، سؤال سهل أهو. طيب صلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. كالعادة الأوميتر لازم دايما يجي لنا عليه سؤال. بيقول لي وضح الشكل قراءات مسجلة على تدريج جهاز الأوميتر، نستخدم بيانات موضحة على التدريج لإيجاد النسبة. هتقول لي والله اي جزء على اي جي بتساوي ار اوميتر، ده التفاصيل يعني في الحل، على ار اكس زائد ار اوميتر عشان ما يفتكركش عبتها.
فانت هتقول له ار اكس واحد بتجعله يروح، تكتب له كده بالعربي ار اكس واحد تجعله يروح يذهب الى نصف التدريج، يبقى اذا واحد الى 2 اللي هي اي جزء على اي جي بتساوي ايه؟ ار اوميتر على ار اكس واحد زائد ار اوميتر، وتعمل له طرفين في وسطين، هتقول له اذا ار اوميتر بتساوي ار اكس واحد، او ار اكس واحد بتساوي ار اوميتر. دي اول واحده. تاني واحده بتروح لايه؟ بتروح لربع التدريج بقى، يبقى تقول له ار اكس 2 تجعل المؤشر يذهب الى ربع التدريج، اذا 1 الى 4 بيساوي ايه؟ بيساوي ار اوميتر على ار اكس زائد ار اوميتر، هتعمل له طرفين في وسطين وتشتغل، وهتقول له في الاخر اذا ار اكس 2 بتساوي 3 ار اوميتر. انت عاوز ار اكس واحد على ار اكس 2، يبقى انت بتقول لي ار اوميتر على 3 ار اوميتر، تطلع لك النسبه 1 الى 3. سؤال مباشر وسهل جدا ومفيهوش اي حاجه وتقليدي جدا يعني. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.